يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم، على حسب ما بتشوفوا الفيديو. تعالوا بقى نعمل شوية كده قرص ناشفة. مين مغرم بالقرص الناشفة يا جماعة زيي؟ انا بحبها جدا اكتر من الطرية بصراحة يعني. فقلت بقى ايه، اعمل شوية قرص كده ناشفة. خلاص بصوا الجمال، بصوا تحفة 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 يا سيدي على الملبن. ملبن يا اخواتي، ملبن. بصوا عملت بالملبن وعملت بالعجوة. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. كمان عملت سادة، يعني ممكن ايه تفرزي عليها كده جبنة وتاكليها بقى مع الشاي بلبن، حلو قوي. يلا بقى نبتدي. هنجهز الخميرة بتاعتنا: نص كوباية من المية الدافية، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الخميرة. خلاص هنغطيها بقى ونسيبها. عندي نص كوباية من الحليب الدافي او اللبن الدافي. خلاص حطيت عليها ربع معلقة خل كده عشان نعمل ايه، لبن رايب. خلاص السمسم بقى على حسب ما انتي بتحبي، يعني انا هعمل نص كيلو دقيق. طبعا السمسم بتاعي ني، قلت بقى ايه لما اسخنه كده مع السمنة والزيت. عندي ربع كوباية من الزيت وتلات ارباع كوباية من السمنة. خلاص ممكن تعملي كمان شمر، ممكن تعملي كمون، تحمصيه كده في الزيت. خلاص وتعايري من العلبة سمنة وتحطيها بس ايه تدفى النار. عندي نص كيلو من الدقيق نخلته. خلاص هحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر على الدقيق، ونص معلقة صغيرة من الملح. خلاص نخلط بقى المكونات بتاعتنا كده. تمام تمام. تعالوا بقى نشوف ايه. قلت كده لما اعزز الطعم شوية وخلي طعم القرص بتاعتي حلو. خلاص حطيت معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، سوري، معلقة صغيرة من اللبن باودر، ومعلقة كبيرة من السكر، عشان لو مثلا السادة طعمها يكون حلو. اللي بالحشو طبعا اللي هيحليها الملبن، العجوة، الحاجات دي. لكن انا عايزة لما اكل حتى القرص السادة يبقى طعمها حلو. فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده حطيت لها سكر، حطيت سكر، وحطيت كمان ايه اللبن البودر. خلاص يبقى معلقة صغيرة من اللبن البودر ومعلقة كبيرة من السكر في اللبن اللي احنا نص كوباية اللبن اللي احنا ايه حطينا فيها ربع معلقة صغيرة من الخل. خلاص تمام كده. بحط بقى السمنة والزيت والسمسم كده على الدقيق، ونبس بقى الدقيق كويس خالص. تمام. بعد ما نبس كله بقى، يعني ما يبقاش في عندي دقيق باين، دي اهم مرحلة. يعني ايه، خدي وقتك فيها شوية. وبعدين هنزل بقى باللبن الدافي بتاعي اللي هو فيه الخل اللي عملناه رايب. خلاص يعني انا مش عايزه اعجن في العجانه عشان مش عايزه اعمل عرق ايه للعجينه. خلاص فتلاقوا كده العجن بتاعي ايه خفيف شويه، بحيث ان انا الم بس. خلاص الم السوائل دي. كنت بقى نسيت ايه، احط الخميره اللي احنا سيبناها يعني تخمر وكده، نسيت احطها بس عادي. انا اقول ايه العجينه مالها ناشفه كده ليه؟ يلا اتريني ايه مغطيه الكوبايه ونسيها. بصوا بقى كده، لا الموضوع اختلف. ايوه كده مظبوط كده، تمام التمام. بصوا العجينه تحفه، طريه طراوه خطيره ما شاء الله. بصوا لمينا الدنيا الحمد لله، وانقذنا ما يمكن انقاذه. تمام كده. هبتدي على طول ان انا اقطع الكور بتاعتي، كل واحد بقى على حجم بقى ما انت بتحبي القرصه بتاعتك عايزاها حجمها ازاي تعمليها. بعد ما كورنا كده خلاص، يعني عجلنا العجينه، وهنبتدي بقى ايه تعملي كور على حجم القرصه اللي انت حباها. تمام.
وبعدين بغطيهم بقى واسيبها ايه تخمر. اوكي، بس انا عملت اول صينيه، هوريكم انا عملت ده ازاي. بجهز الحشوه بتاعتي سواء ملبن او عجوه، بتعمليها كده تجهزيها للحشو. بتاخدي كوره كوره، تجيبي الحشو بتاعك، دي العجوه. عملتها بمعلقه سمنه كده على البارد. عايزه تحطي قرفه، عايزه تحطي سمسم براحتك، بس احنا عندنا السمسم كفايه في العجين فخلاص. اتاكدي بس ان انت هتقفلي من تحت كويس عشان ما تفتحش منك في الفرن، وبططيها كده زي ما انتم شايفين. اوكي، زي ما انتم شايفين كده، اضغط عليها كويس، اقفلها كويس واكورها تاني وبططها وهكذا. خلاص، اسيبها بس 10 دقايق كده تريح في الصينية، وبعدين اخبزها على طول. تمام كده. بصوا السمك بتاعها واللون والطعم خطير. يا رب يعني تعملوها وتعجبكم. اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. متنسونيش في اللايك. باي.